السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الأنوار على كل حبايبنا في كل مكان. إن شاء الله تعالى النهاردة فيديو كله إفادة وكله استفادة لجميع مربين الطيور. يا جماعة الخير، مفيش حاجة اسمها حمام بيريح بالشهر والاثنين والثلاثة. والله العظيم والله العظيم أنا بحلف بالله العظيم ثلاثة بالله العظيم، أنا بربي حمام ده من والدي عليه رحمة الله. عمري ما شفت حمام مريح بالشهور زي الناس ما بتكتب لي في الكومنتات. أنا بستغرب بصراحة، الناس بتقول لي عندي حمام مريح بالشهر والاثنين والثلاثة، ولكن هقول لك السر اللي ما بيخليش الحمام مريح عندك لا صيف ولا شتاء ولا في مرحله القلش ولا القصه دي كلها. والدي رحمه الله كان بيربي حمام في المكان ده كان برج مصغر كده او عشه بالخشب زي ما انتم شايفين. ده كانت العين، وده طبعا بعد كده هتلاقي فيه الزراعه. طبعا احنا المكان عندنا عالي شويه، فكان الحمام بيطير وبروح ويجي، وكانت صحته زي الفل. عمري ما شفته بخش الحمام بعلاج الا بفص الثوم، وبيعملوا الخلطه بتاعه الثوم والبصل والليمون. ده اللي كان العلاج بتاعه اللي هو كان بيعالج بيه. ولكن طبعا مع تغير الجو وتغير الظروف وتغير طبعا المناخ، ان بقى فيه كمان الكلفه بقى بتبقى متخزنه وعليها بودره، وبقين العلف برضه بيسبب سموم للطيور. فطبعا بقينا دلوقتي بنستخدم الادويه، لان لازم دلوقتي نستخدم الادويه. فالحمام صحته ما عادش زي زمان، حتى المناخ نفسه ما عادش زي زمان. احنا دلوقتي في عز الصيف ممكن تلاقي الدنيا تشتي كمان 3 دقايق، ما تستغربش من اي حاجه. فكل العوامل ديت بتاثر في الطيور. فتربيه الطيور دلوقتي غير تربيه الطيور زمان. لو في ناس لسه ماشيه على الموضوع بتاع زمان والمبدا بتاع زمان، انسى الموضوع ده، لان فعلا في تغير في كل شيء، في الاكل وفي الشرب وفي كل شيء. تعالوا ندخل المكان بتاعنا ونسمي بسم الله، واقول لك انا بعمل ايه، الاسرار اللي فعلا ما بتخليش حاجه اسمها الحمام مريح طول السنه، لا صيف ولا شتاء. تعالى يا شباب ندخل مع بعض كده. انا مش هعمل مونتاج للفيديو ده خالص، احنا مع بعض خطوه بخطوه. تمام كده؟ يلا بينا يلا بينا. ده حمام انا مدشره في الشمس اهوت زغاليل عشان اعودها على المكان بتاعي. ندخل مكان، عود نفسك اول ما تدخل المكان بتاعك بتسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخرين. الاسرار يا جماعه الخير اللي فعلا بتخلي الحمام عندك منتج طول السنه، وبتخلي الحمام عندك مش حاجه اسمها يقطع بيض. انا حتى الحمام المحبوس زي ما قلت لكم ليه شغل معين. الحمام المحبوس لازم ان انا بدخل له اشعه الشمس الف ب تربيه حمام. انا عامل سلك يا جماعه الخير اهوت في وش السلكات على طول، ده في وش السلكات على طول. ولكن ده مش موضوعنا، انا بعمله موضوع او فيديو لوحده. تعالوا نتفرج كده على الحمام السايب. ما شاء الله هتلاقي كله، والله العظيم والله العظيم لسه مسوق حمام قبل ما اتصور الفيديو ده معاكم دلوقتي، عشان اقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي. هوريكم اشياء انا بحطها. طبعا ده انا عندي صيدليه، شايفين ما شاء الله، ديت صيدليه عندي في المكان، ما اقدرش اعيش من غير الصيدليه ديت في الوقت الحالي. تمام كده؟ هتلاقي الحمام كله بفضل الله تعالى فيها زغاليل وفيها انتاج وفيها بيض برزق. والله العظيم العيش دي كان في زغاليل لسه مش سواقه، دي الزغاليل لسه ما طابتش للتسويق، يعني يومين 3 ولا حاجه نبدا نسوقه. دي برده ما شاء الله تعالى حمام محصي. ده حمام هزاز مربيه عادي وسط الحمام ما شاء الله، فاكك الحصويتين اهوت يا جماعه الخير ما شاء الله. كل الحمام هتلاقيه كده، يعني انت مش هتلاقي حمام مش كده، هتلاقي العيون كلها فيها رزق. كان في زغاليل والله هنا مسواها، وكان في طبعا في ما شاء الله تعالى حصى اهوت ما شاء الله تعالى. ده حمام لاحم فرنساوي برضو بربيه ما شاء الله. بقول لكم لسه متسوق زغاليل، لسه متسوق زغاليل. تمام كده؟ وده برضو الجوز الحمام اللي انا قلت لكم الحمامه الوحيده اللي ريحت عندي، وقلت لكم ان انا هوريها لكم. الحمامه ديت هي مش الحمامه ديت، هي مش ايوه انا هي ما شاء الله اهي يا جماعه الخير. دي الحمامه ديت الوحيده اللي ريحت عندي حوالي 4 شهور ولا 5 شهور. وكنت عارف السبب ان النتايه دي كانت مقنصه، واي نتايه مقنصه يعني في دهون على المبيض عندها، فالنتايه دي مش هتحصي. تمام كده؟ مش هتحصي. فانا عالجتها بخل التفاح، وبفضل الله تعالى انتجت عندي وجابت الزغاليل اللي هي هنا يا جماعه الخير. والله العظيم ديت زغاليلها. تمام كده؟ والله كنت متسوق برضو زغاليل من القفص ديت النهارده. كل اللي انا عايز اقوله لكم ديت هقول لك دلوقتي تعمل ايه عشان الحمام ما يريحش عندك لا صيف ولا شتاء ولا ليل ولا بص هكر عندك بيض حرفيا لو تعمل اللي انا بقول لك عليه ديت. مفيش حاجه اسمها الحمام بيريح بالشهر والاثنين والثلاثه والسنه والقصه دي كلها، مفيش الكلام ده. شايفين انا وريتكم زغاليل قد ايه يا جماعه خير، ولسه خير ربنا اهوت يا شباب ما شاء الله. الله اكبر، لسه خير ربنا اهوت ما شاء الله. كل دي الزغاليل اسبوع ولا حاجه هبدا ان انا اطفها، وان انا طبعا اسوق
الزغاليل التانية. طيب في بقى ايه اللي انا بعمله؟ شايفين يا جماعه خير، والله الخير والرزق في كل مكان. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. حتى الحمام المحبوس، الحمام المحبوس اهو يا جماعه خير. بص، اللي انا كنت محضن تحت جوز الزواجل ده حمام لحم فرنساوي وحصه تاني بفضل الله تعالى. ده برضه حمام ما شاء الله تعالى، حمام غزار، ولكن الذكر ده فيه مشكله بيروق البيض. ان شاء الله تعالى هنعالجه مع بعض ونعمل فيديو عن الموضوع ده مع بعض. ده حمام كريزلي بفضل الله تعالى محص، كل الحمام محص. طيب انا بعمل ايه عشان الحمام ده يفضل شغال كده طول السنه؟ حياه بسيطه جدا وحياه سهله جدا، هي فعلا اللي بتخلي حتى الحمام اللي انا حابسه هنا اهوت، عشان برضو الحمام ده كنت شاريه جديد بفضل الله تعالى محصي تمام كده. حتى الحمام اللي هو هنا يا جماعه خير اهو ما شاء الله، ده جاب لي زغلول الثاني مات، ده حمام شقلباز. ده الحمام الحلبي برضو نفس القصه، لسه فاكك الحصوتين اهوت ما شاء الله. شايفين الزغليل يا شباب؟ الله اكبر ما شاء الله، جاب الزغلولين بتوعه برضو ما شاء الله، الله اكبر. طيب ايه بقى اللي انا عايز اقوله لكم من الفيديو ده، وايه المغزى من الفيديو ده عشان الحمام ده ما يريحش عندي؟ اول حاجه انا بعملها ان انا كل 3 شهور بدي جرعه ديدان للحمام. كل 3 شهور لازم ادي جرعه ديدان للحمام. في عندك طبعا زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، في عندك البندكس، ولكن ده البندزول، وفي عندك ممكن تستخدم سترات الببرازيل، وممكن تستخدم اشياء كتير جدا ممكن تستخدمها. المهم تدي الحمام كل 3 شهور تديله جرعه ديدان، اي جرعه ديدان تديها له، ولكن النسبه ما تزودش، لان ده بيبقى فيه مواد ضاره 5 سم، يعني 5 سم على اللتر ميه تمام كده. يبقى كل 3 شهور لازما ادي جرعه ديدان. طيب الحاجه بقى اللي انا بديها كل اسبوع وما ينفعش ان انا ما اديهاش كل اسبوع، الكالسيمات يا جماعه الخير. الكالسيوم ده شريط برضه ده ب7 جنيه، يعني الشريط ده ب7 جنيه. كل اسبوع انا بحط مره كبسوله للطيور عندي. الكالسيمات ديت بتخلي فعلا الحمام يقر بيض عندي حرفيا ما شاء الله، الله اكبر. اي نوع كالسيوم، في نوع كالسيوم تاني عندي هنا، في انواع كالسيوم عندي كتير. في طبعا الديكال اهوت انا برضو بستخدمه عندي باستمرار، ما اقدرش ان انا ما استخدمش الديكال ده كل اسبوع، ان انا بديه مره عندي للطيور تمام كده. يبقى انا بستخدم نوعين كالسيوم، وبستخدم كمان اللي هو طبعا الايه جرعه الديدان. طيب في حاجه تانية بستخدمها، ما اقدرش ان انا ما يكونش عندي الفلاجيل في المكان، ما اقدرش ما يكونش عندي فلاجيل. ازاز فلاجيل كتير ما شاء الله، تخلص اجيب غيرها، تخلص اجيب غيرها تمام كده. ما اقدرش ما استغنى عن الفلاجيل. ليه ما اقدرش استغنى عن الفلاجيل؟ لان الفلاجيل ده اللي بيحافظ على صحه الزغلول، ما بيخليش الزغلول تموت مني، ما بيخليش الزغلول ضعيف وزغلول كبير، وكمان بيساعد على الهضم. يعني الزغلول ده الفلاجيل ده من كتر استخدامي ليه لقيت ان هو مفيش حاجه اسمها تحجر في الحويصله والمشاكل اللي هي بتيجي للزغاليل ديت تمام كده. طيب الاشياء الثانيه هبقى اقول لكم عليها في فيديو ثاني، ولكن تعالى بقى اقول لك على مكمل للفيديو ده او اللي انا بعمله مع الفيديو. طيب انا خلصت كلفه يا جماعه خير، انا الكلفه عندي خلصت تمام كده. انا المكان ده اللي بخزن اللي بعمل فيه كلفه. طيب انا خلصت كلفه، اعمل ايه؟ فاضل عندي ذره، انا لسه شاري ذره والله العظيم اهوت الذره حبايه قد ايه؟ حبايه دي انا قلت لكم انا مش همنتج من الفيديو ده حاجه خالص. الحبايه قد ايه؟ يعني زي قد حبايه الفشار، قد حبايه الفشار. نجيب شويه ذره عويجه ان شاء الله تعالى وناكل حام. طيب انا ما عنديش كلفه من اللي هي الغاليه ام 20 جنيه وام 25 جنيه والقصه دي كلها. انا حاطط للحمام بتاعي ايه؟ المهم احط له حبايتين 3 او 4، يعني ما اقلش عن كده. ما احطش للحمام نوع واحد من الكلفه، ما احطش للحمام ذره على طول، ما احطلهوش طبعا قمح على طول. الاشياء ديت تضر الحمام عندي، خلي الحمام يقطع بيض. يبقى الكلفه المتنوعه، اقل حاجه احط 3 4 انواع من الكلفه ديت، بالاضافه ان انا كل 3 شهور بحط جرعه ديدان، بالاضافه ان انا بحط كالسيوم للحمام ده كل اسبوع. بالنظافه يا جماعه خير، المكان لازم يكون عنده نظيف، كان يكون عنده نظيف. مكان لما بقاش عنده نظيف بالشكل دوت، العيون ما بقتش عنده نظيفه بالشكل دوت، هتلاقي ان في عندك مشاكل برضه. هتلاقي عندك بيظهر عندك مرض الجدري، هتلاقي عندك طبعا مش بقول لك نظف كل يوم، كل اسبوع نظف مره. في الصيف ده نظف في الاسبوع مرتين عشان ما ينتشرش عندك الامراض، ما تخليش عندك حشرات في الطيور. الاشياء ديت بتخلي الحمام عندك يعني اشياء بسيطه، يعني الف ب تربيه حمام. يعني لو انت مربي الاشياء ديت هي فعلا اللي بتخلي عندك انتاج، وبتخلي عندك خير، وبتخلي عندك رزق وفضل من الله. طبعا يا جماعه الخير مش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده. لو احتجتوا حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، انا هرد عليكم والله العظيم هرد عليكم. انتوا طبعا يعني مش عايز اقول لكم الفضل من الله، انا داخل 20000 مشترك، والفضل يرجع ليكم في ان انا وصلت للعدد دوت، لاننا بنقدم معلومه ابتغاء وجه الله. يا رب الشباب يكونوا استفدتوا من الفيديو ان شاء الله تعالى، واوعدكم فضاء قويه المراحل القادمه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.